السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي قناة يسرا ام رزان. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد البسيطلات بالدجاج كيجيو بنان بزاف وساهلين ودغيا كيوجدوا، وغادي نحضر معكم كونتيتي اللي هي صغيره. فبالنسبه لي انا كيف ما قلت لكم درت كونتيتي اللي هي صغيره، درت غير شويه لانني كنت غادي نسافر، فبغيت غير واحد الكميه اللي غادي نحتاجها في هذاك الاول ديال السفر ديالي صافي. هنايا خديت فخاد ديال الدجاج وطرف ديال الصدر، غادي نزيد معاهم تقريبا بجوج بصلات تقريبا هكايا متوسطين، قطعتهم شلطتهم. تقدروا ديروا بصله البيضاء اولا البصله الحمراء اللي بغيتو صافي. وغادي نديروهم غير في كاسرونه، نتوما تقدروا ديروهم في الطاوه ولا شي كوكوط اولا اللي بغيتو. صافي انا كندير فيها شويه د القرفه، شويه د الملحه، غادي ندير الخرقوم، يعني كنديروا العطريه ديالنا كلها اللي غادي نحتاجو. غادي ندير سكنجبير، صافي. من بعد غادي نضيف واحد شويه ديال البزار. هنا البزار ما كنكثروش صافي. وغادي ندير السمن، شويه ديال الربيع تا هو مقطع طريفات صغار. كاين اللي كيدير الربيع هكا مقطع، كاين اللي تيدير كميشه هكا ديال الربيع وتيحطها. درت هنايا واحد العود ديال القرفه صافي. وغادي نزيد الزيت الكميه اللي غادي نحتاجو، غنحطهم فوق البوطه ونخليو هاد الدجاج يتشحر لينا مزيان مع داك البصله ومع داك الزيت صافي. ونخليهم حتى وكان يتشحروا، ونبقاو نحركوهم شويه بشويه مع بعضياتهم. كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا كميه كثيره صافي. انا غادي نخلطهم مزيان نخليو داك البصله الدبال، وكذلك حتى داك الدجاج حتى هو تيتشحر لينا مزيان من الجناب بجوج. ضروري في البسطيله هنا ضروري نخليو واحد الوقت كافي باش ان الدجاج ديالنا يتشحر مزيان صافي. هنايا من بعد ما شحرنا الدجاج ودخلتنا فيه داك الشرموله وداك العطريه اللي تنكونوا درنا، غادي نزيد عليهم شويه ديال الماء ضروري باش نرويو هذاك الدجاج ديالنا ونخليوه يطيب. هنايا انا زدت ليه كاس تقريبا ديال الماء ما عامرش لان ما تنكثروش فيه الماء بزاف. من بعد ما رويته غطيت عليه البوطه وخليت داك الدجاج حتى طاب صافي، وحيدته من بلاصتو وفرتته. هنايا تتبقى لي غير داك البصيله تنبقى نحركها مزيان حتى تتغمر وتتكون يعني طابت صافي. ونخليها حتى تنشف مزيان من الماء ويبقى فيها غير الزيت، يعني داك التغميره ضروري تخليوها تنشف مزيان. وهنايا الدجاج يعني متى يكون برد نفرتو هكايا ونديرو في واحد الشبكه ونخليه حتى هو يستقطر لنا من الماء. هنايا من بعد الا بغيتونا تزيدوا سكر كلاصي تزيدوه، انا تندير العسل تعجبني العسل، خصوصا الا كانت عسل ديال الماكله زوينه كتعطي واحد المذاق واعر. يعني انا هنا درت عسل ديال سان فرانسيسكو، راه معروفه واش تعطي واحد المذاق واحد البنه خطيره صافي. هنايا غادي نضيف البيضه الاولى ونحرك كلشي مزيان. ومن بعد يعني الا ما تجمعتش ليا داك التغميره غادي نزيدو البيضه الثانيه. غادي هكايا كنحركو والعافيه تتكون عندنا مجهده بزاف باش داك الماء اللي تيكون في داك البصله تيمشي صافي. وكنبقاو هكا تنحركو فيها وغادي نزيدو البيضه الثانيه لان البيضه الاولى ما جمعتهاش ليا. بالنسبه يعني لجوج بصلات جوج بيضات كانوا كافيين باش انهم يجمعوهم، باش كتجينا واحد الضغميره يعني اللي تتكون جامعه راسها وعاقده شي شويه، يعني ما تتكونش مرخوفه بزاف ما تتكونش مليطه بزاف. كيف ما كتشوفوا يعني ما كنحبش نهائيا على التحراك، ضروري تنحركوها ونعاودو حتى كتنشف لينا بهذه الطريقه هذه صافي. من بعد هنايا خديت واحد الطبسيل درت فيه داك الدجاج اللي حيدته وفرتته. انا عندي شويه ديال اللوز محمر ومطحون صافي. وداك الضغميره حتى هي خليتها حتى نشفات مزيان وتقطرات لي مزيان من الماء، عاد درتها في الطبسيل. وهنايا كيف ما كتشوفوا يعني هذه هي الحشوه اللي غادي نعمروا بها هاد البسيطلات. تقدروا ديروا بها بريوات او لا. هنايا غادي ناخذ الورقه ديال البسطيله العاديه المغربيه اللي تنديرو، غادي ندهنها مزيان بالزبده
وهي اصلا تكون ضيجه يعني مدهونه عندهم، ولكن انا غادي نعاود ندهنها. وغادي نقسم كل نص، غادي نقسمو على نص اخر، يعني ورقه تنقسموها على الربع صافي. وغادي ندير جنب هنا وجنب هنا، وهنا نديرو شي غطايه هكا ولا شي مول اللي تيكون مدور. غادي نديرو شويه ديال الدجاج بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا، نزيد عليه شويه ديال داك الدغميره وشويه ديال اللوز، ونديروا عليه السر اللي تيجي به هاد البسيط اللي تيجيو به رائعين، اللي هو العسل اللي قلت لكم ديال الماكله اللي تكون زوينه. يعني دائما خذوا عسل اللي تكون زوينه وديروا بها احسن من هذاك السكر كلاصي، يعطي واحد المذاق اكثر من رائع صافي. وغادي نبقى نجمعوا هنايا الجناب كلهم صافي، نجمعوا داك الجناب مزيان ونحيدو الا بنت لنا هكا شي ورقه زايده ولا نحيدوها صافي. وغادي ناخذ واحد البلاطو ندير عليه ورق الطبخ ونستف فيه هذوك البسيطلات وندخلهم للكونجيلاتور اولا الفريغو، ونخليهم ليله كامله، نغطي عليهم مزيان ونخليهم ليله كامله كيف ما كتشوفوا حتى كيجمدوا. عاد كنديرهم في واحد البواطه اولا في واحد الطاسه ديال البلاستيك صافي، وتنبقاو محتفظين بهم كل ما تنبغيوهم تندهنوهم وندخلوهم الفران. وبالصحه والراحه. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم.